كان يا مكان حتى كان الحبق والسوسان والبركة الرحمن، وتصلي على سيدنا العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. كانت في واحد القرية بعيدة بالجبال بنت هادية طيبة، كتخدم بالنهار وبالليل ومطيعة وكتعاون في الدار بلا ما تطلب مقابل. الأم ديالها كانت قاسية وما كتضحكش وما كتقدر تعبها. كل نهار البنت كتسأل نفسها: علاش قلبي عمره ما شاف منكم الطرف ديال الرحمة؟ كبرت هاد البنت وسط الخدمة والحرمان، حتى النهار رجعت من المدرسة وحاملة ورقة نجاح كتلمع عيونها من الفرح، وركضت في الطريق قلبها عامر آمل. وقفت قدام الأم كتنتظر كلمة طيبة، حضن، نظرة، أي إشارة على الرضا، ولكن الأم شافت الورقة ببرود وقالت: أخبي داك الورق في الدرج، القراية ما بقاتش لينا، من اليوم غادي تبقاي خدامة في الدار وتعاوني خواتاتك. سكتت الدنيا والفرحة اللي كانت طايرة هبطت على قلبها بحال الحجر. مرت السنوات، خواتاتها تزوجوا وكل وحدة مشات لخيمتها، والدار بقت ساكتة والبنت مستمرة في الخدمة. وكان الأب وحده اللي كان طيب معاها ملي كتكون الأم غايبة، ولكن في حضورها كان كيسكت. حتى جا نهار اللي توفى فيه الأب وزادت الأم قساوة. وفي نهار شتوي رجعت من السوق ولقات الأم طايحة في الفراش وما كانت تتحركش. جرات عليها بسرعة وعيطت على الطبيب، وبعد ما فحصها قال لها أن الأم تعبات بزاف وما بقاش تقدر تتحرك بسهولة. ومن ذاك النهار البنت ولات يديها ورجليها وحضنها وعيونها كتخدم الأم بكل حب ووفاء. الطبيب لاحظ هاد الصبر والعطاء وعرض عليها الزواج، وقال لها: بغيت نتزوج بيك، ولكن خاص شي حد يحن عليها ويقلب ليها الطريق، ما نقدرش نبدا حياتي وعلي همها. الكلام ضرها وفرصة العمر قدامها، ولكن الأم مازال محتاجة ليها. الأم سمعت كل شيء وبكات لأول مرة وضمتها لصدرها وشدات يديها وقالت ليها: بنتي، الحقيقة اللي خبيتها عليك سنين، أنا ماشي أمك الحقيقية، أمك الله يرحمها سلماتك ليا صغيرة قبل ما تمشي لدار الحق، وأنا خفت ما نقدرش نعطيك الحنان ديال الأم. سمحيلي قسيت عليك وظلمت اللي درتك، ماشي بنتي، ولكن دابا أنت معايا وقلبي متألم وباغي يعوض لك كل شيء. في الليل ما نامتش، صلات وبكات وفكرت في القرار الصعيب، الزواج ولا تبقى مع امها اللي ماشي امها. وفي الصباح اتصلت بالراجل وقالت: ما نقدرش نخليها، بغيت نبقى معاها. 6 شهور من الخدمة والصبر ماتت الأم وسط حضانها، وقالت لها كلمة أخيرة بصوت ضعيف ومكسور: سامحي لي يا بنتي، كنتي ديما صبورة، كنتي ديما معايا وما عمرني ننسى قلبي اللي عطيتيني، الله يجازيك على الصبر والحب ديالك. وبعد الموت عذروا الأخوات اللي ما سولوش عليها لسنوات. والمفاجأة الكبرى وصية الأم كانت كل الثروة والدار باسم البنت اللي خدمت وضحات وصبرت، والأخوات وقفوا مذهولين ما كانوا عارفين كيفاش يقبلوا هاد الحق. مرت ليال وجاها راجل طيب القلب اطلب الزواج ووافقت، وبدات حياة كلها دفء وطمأنينة بعد سنين طويلة من الظلم والقهر. إلا عجبتكم هاد القصة ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.